في افريقيا فقط حتى على مستوى العالم. المنتخب المغربي حاليا يعد من افضل المنتخبات، باش ما نبالغش على مستوى العالم، وصنف المغرب من 10 الاوائل حاليا. المنتخب المغربي حتى لو فايز ومحقق 14 فوز، تطلع لك شريحه تنتقد وليد الركراكي او وليد الركراكي عشان الناس ما تزعل. عبد الله مش الركراكي، يعني الركراكي، احنا بالخليج نقول الركراكي. نتمنى له التوفيق، ولكن حتى 14 فوز وكذلك بطولة كأس افريقيا هي المحك الرئيسي للمنتخب المغربي. اللي تغير في المغرب شنو؟ وقلناها وعاودناها، ليتا ديسبري. كي يجي افضل ظهير ايمن في العالم اشرف حكيمي، يجي بك الاسبري هذاك نتاع نحب نعطي اضافه للمنتخب، نقول له برافو. كي يجيو نجوم المنتخب المغربي اللي هما يحكموا بحكامهم في الفرق نتاعهم ويعملوا الفارق، يدخلوا للمنتخب، ينصهروا في تفكير المنتخب وفي تفكير المدرب وفي جو المنتخب، ينساو اساميهم والقيمه التسويقيه نتاعهم وينصهروا في ليتا ديسبري نتاع المنتخب المغربي اللي قلنا عليه مرعب كالطاحونه كالاعصار. المنتخب المغربي رولو كومبريسور اللي يضرب على بعضه بدون توقف، لانه تفكيره ولا تفكير جماعي وليس بالتفكير الفردي. وقت اللي مدرب المنتخب المغربي يكون درب سنه واحده ولا سنتين، يعطيوه المنتخب المغربي مش 19 سنه كامل اللي عنا، فهمتني؟ يراني المنتخب المغربي ومندراك ويبهر به العالم. وقتها نقولوا شابو. التواضع من شيم الكبار. شنو قال هو بعد الماتش؟ وقت اللي الركراكي يتكلم يقول انا استفدت من ملاحظات المحللين وانتقاداتهم اللي كانت انتقادات لاذعه، قول استفدت وحاولت اني نصلح. شوف الفرق بين الثرى والثريا. قال شكرا لكل الانتقادات التي ساهمت شوف الفرق سببا في تصحيح يا بعض ولدي. المعبي ما يقربعش، ما يقربع كان الفارغ لا اكثر ولا اقل، وربي يهدي من خلق.